السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا بقى، بمناسبة كده ان الجو تلج، فبقى عملنا شوية عدس كده سكر زي ما انتم ما شايفين، وفلفل بقوطة، في ناس بتقول عليها شطيطة. تمام. وجنبه بقى شوية بصل كده. فهقول لكم بقى الطريقة من غير بقى افتكاسات بقى ولا اي حاجة. زي ما انتم ما شايفين، حاجة كده تدفي كده وجميلة، ومفيش حد ما بيحبش العدس. وبصوا بقى الشتيطة دي، هقول لكم شتيطة. بصوا شكلها وطعمها كان فوق الروعة. طبعا يا رب فيديو النهاردة يعجبكم، واللي ما اشتركتش في القناة تشترك وتدوس على كلمة الكل عشان يوصل لها كل جديد. وعايزة لايكات حلوة كده منكم كتير، وياريت تشيروا الفيديو لأصحابكم وحبايبكم. بصوا، طبعا أكلة جامدة. اللي حابة تاكله كده بالمعلقة، اللي حابة تعمل فتة عدس تعمل. بس بصراحة الطعم كان تحفة. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول واقول لكم هنعمل ايه. بصوا هنا بقى معانا كوباية عدس واحدة. تمام. طبعا مغسولة كويس، نزلنا بالعدس معانا. وهنيجي بقى نحط اللهم صل على النبي. هنحط بقى بصلاية حلوة كده. تمام. وبعد كده هننزل بالجزر بتاعنا والطماطم. بصوا انا ما بحطش توم عليه وهو بيتسلق. انا بحط التوم بعد ما بخلصه. هوريكم هعمله بقى ازاي معاكم واحده واحده. ويا ريت تجربوها، هيعجبكم قوي بالطريقه دي، جميله جدا وكان طعمه حلو. بصوا هنا بقى معانا فلفل حراق، وهنا الطماطم. هي المفروض ان الطماطم تتقطع، بس انا ضربتها نص ضربه في الكبه. هنحط هنا في الحله بقى شويه زيت، وهننزل بالفلفل بتاعنا. حابه تعملي كميه الفلفل اللي انت عايزاها اعمليها. بصوا بقى هنا هنحمر الفلفل بتاعنا لحد ما يتحمر. طبعا وانت بتحمري بقى تقعدي تكحي وتعطسي قد كده. هنا بصوا بقى العدس بتاعنا بدأ ان هو يغلي. بصوا هنا الفلفل بعد ما اتحمر شوية، هنجيب حتة توم حلوة كده مهروسة وهننزل بيها. تمام. هنحمر برضو التوم دوت مع الفلفل لحد لما ياخد لون كده، وهتشمي بقى ريحة التوم كده وانت بتحمريه بالفلفل. جميل قوي. بس برضو هتقعدي تكحي وتعتصي من كمية الشطة اللي في الفلفل. بصوا هنا بقى بعد ما هياخد لون معانا، هننزل بقى بالطماطم بتاعتنا. بصوا انا بوريكم، بصوا يعني قرب ايه. بصوا هنا كده خد لون طبعا. بصوا هننزل بقى بالطماطم. حابة تقطعيها قطعيها. بصوا هنا قبل ما نزلنا بالطماطم نزلنا بشوية خل صغننة. تمام. هنا بقى هننزل بالطماطم بتاعتنا. حابة تقطعيها قطعيها، مش حابة تقطعيها اضربيها نص ضربة في الكبة. هتبقى عاملة زي المقطعة بالظبط برضو. يعني اضربيها نص ضربة، ما تضربهاش قوي. بصوا بقى كده هنحط بقى شوية ملح وشوية كمون، مش هنحط ازيد من كده. تمام. حابة تحط فلفل اسود حطش، مش حابة ما تحطيش. بس انا حطيت شوية كمون زي ما انتم ما شايفين، وشوية ملح، مش هحط حاجة تاني. هنا بقى كان العدس بتاعنا ايه، خلاص استوى. طبعا والجزر بتاعنا طبعا كان استوى. بصوا هنا بقى الفلفل خلاص بقى اتسبك. هنسيبه برضو شوية تاني وبعدين هطفي عليه. يعني سبكيه قوي، خليه يتسبك جامد. تمام. هنا بقى ضربنا العدس في الخلاط. عندك هاند بلندر اضربيه بالهاند بلندر، ما عندكيش اضربيه في الخلاط. انا ما ضربتش بالهاند بلندر، انا عملته في الخلاط. بصوا بقى نزلنا ببصلايه حلوه كده متقطعه ومعاها شويه شعريه. حطي ايه، معلقتين سمنه بلدي كبار كده. وبعد كده انزلي بالبصله بتاعتك والشعريه. طبعا تكون ايدك بقى في التقليب مستمر عشان خاطر يبقوا الاتنين لون واحد. مفيش حاجه تتحمر قبل الحاجه التانية. بصوا زي ما انتم شايفين كده، انا بحمر الاتنين مع بعض وبفضل اقلب عشان خاطر الاتنين ياخدوا لون واحد. بعد بقى ما هنقلب كده وهياخدوا لون. طبعا بقى ما تنسنيش لو وصلت لحد هنا
ما تنسنيش بقى في لايك ودعوة حلوة كده من قلبك، وياريت تشيري الفيديو لاصحابك ولحبايبك، واللي ما اشتركتش في القناة تشترك وتدوس على كلمة الكل عشان يوصلها كل جديد. بصوا هنا كده الشعرية مع البصل الاتنين لون واحد ازاي، شايفين؟ مفيش حاجة متحمرة عن الحاجة التانية، الاتنين واخدين لون واحد. بعد كده بقى هنجيب حتة توم مفرومة كبيرة قوي، يعني بتاع راس صغننة كده. بصوا، وقلبي بقى لحد برضو لما التوم دوت ياخد تحميرة كده صغيرة، ما تحرقهوش، ياخد تحميرة صغيرة. وبعد كده هننزل برضو بالعدس. دي التركية اللي انا بعملها في العدس، بيخليه تحفة. جربي الوصفة دي هتعجبك، ولو جربتيها قوليلي ايه رأيك فيها. هنيجي بقى هننزل بالعدس بتاعنا. بصوا، انزلي بقى واحدة واحدة كده عشان ما يطرطش عليكي، انزلي واحدة واحدة. وهنحط واحدة مرقة دجاج بس، مش ازيد. بصوا شايفين لونه وجماله؟ بصراحة تحفة، وبيدفي وجميل جدا بصراحة. هنحط شوية فلفل اسود، تمام. وهنحط واحدة مرقة دجاج، حابة تحطيها حطيها، مش حابة تحطيها خلاص، بس انا بحطها زي ما انتم ما شايفين كده. وطبعا بقى هتحيقي بقى العدس بتاعك بشوية ملح. ودي كانت وصفتي اليوم، ويا رب فيديو النهارده يعجبكم، وما تنسونيش في لايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.